حسنا، أنمي اليوم قصته غريبة وعجيبة، سوف أحكيها لكم. تتحدث القصة عن الفتاة ميتسوها. هي فتاة فقدت جميع أفراد أسرتها، وفي أحد الأيام سقطت على جرف تحته شاطئ صخري، ووجدت نفسها على قيد الحياة، وذلك لأنها ذهبت لعالم آخر. سبحان الله، بدأت الأفلام الهندية، وذهبت لتبحث عن أحد ما لكي يساعدها. ومشيت أيام وأغمى عليها من التعب، ووجدتها فتاة تدعى كوليت وأنقذت ميتسوها وأخذتها للبيت. لكن ميتسوها لم تكن تفهم على كوليت، لأن كوليت من العصور القديمة وهم أناس بدائيون. وفي الصباح ذهبت ميتسوها مع كوليت لتساعدها في جمع الفطر، وفجأة ظهر لهم مجموعة من الذئاب، وأصبحت ميتسوها بطلة وذهبت لعالمها وأحضرت أدوات للقضاء على الذئاب. المهم أنها قضت عليهم وغطت في نوم عميق، وظهر لها هذا القط السمين وأخبرها أنه كائن تطور منذ قديم الزمان ليصبح شكلا من أشكال الحياة مصنوعا من طاقة خالصة. المهم أنه قد أخبرها أنها تستطيع التنقل بين العوالم، وأيضا أنها إذا جرحت سوف تشفى جروحها بسرعة كبيرة، وأن تذهب للزمن الذي تريده، وأعطاها القدرة على فهم لغاتهم. وعندما أفاقت أصبحت تفهم على كوليت، وفرح الناس كثيرا بها لأنها قد أنقذت أهالي القرية من الذئب، وأعطوها نقودا ذهبية كمكافأة لها. وهنا بدأت تفكر، بما أن هذا العالم بدائي، فإنها إذا أحضرت لهم أغراضا من المستقبل وباعتها مقابل نقودا ذهبية سوف تصبح غنية. يا لها من شيطانة، حتى الشياطين لا تفكر مثلها، بل ويتعلمون منها. وفي المساء كانت تكذب على كوليت وتقول لها بأنها غادرت بلادها مع أصدقائها وأتت إلى هذه البلدة على متن سفينة، لكنها انفصلت عنهم وتجولت في الغابة لمدة أيام والتقت بها. وفي الصباح التقت بأشخاص، وكانت هذه فرصتها لجمع المعلومات، وقالوا لها أن هذه البلدة يحكمها الكونت كلاوس فون بوزيس. بوزيس اسم غريب، وتقرر أن تذهب لمقابلته. وفي الصباح ودعت كوليت وغادرت، وتقرر أن تذهب لعالمها لترتدي ثيابا أفضل، وجهزت أغراض تحتاجها وعادت للعالم الثاني، وذهبت لتتعلم وسائل الدفاع عن النفس لأنها لا تعلم ما قد يصيبها في هذا العالم. وبدأت بالتدريب. في البداية كان الأمر صعبا عليها، لكنها تأقلمت مع الوضع، وهنا كانت تفكر في رفع أسعارها إذا باعتها في هذا العالم الثاني، وذهبت لتشتري ثيابا فاخرة لمقابلة الكونت. وإلى هنا وانتهى الفيديو. هذا ملخص بسيط وسريع للحلقتين الأولى والثانية، وبقية الحلقات سوف تنزل فيما بعد على القناة. وإلى اللقاء.